ازيكم فرفشين عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فكره التحدي بتاعت النهارده. فكره التحدي بتاعت النهارده بسيطه. فكره التحدي هي 10 اطباق وكل طبق فيهم منه يا اما مفاجاه يا اما عقاب. لو جالك مفاجاه يبقى انت محظوظ، لو جالك عقاب يبقى انت مش محظوظ. يلا بينا نبدا فكره التحدي. معانا هم 10 زي ما انتم شايفين، وده بقى يا جدعان الورق اللي هنختار منه. نقدروا للاخر عشان حاجه اللي في الطبق الاخير هنختار منه واحده. فيها 4. نشوف بقى 4 في ايه. اللي هو 4 اللي هو الرقم اللي على الايه، بعرف من الرقم اللي على الطبق. انتوا ايه ده؟ دول كان حد كاسب طبعا، مش انا يا جماعه اللي حطيتهم، مش انا نهائيا، مش انا، بس هو كان في حد حطيتهم يعني، بس مش عايز اظهر وشه عشان هو قال لي مش مستحب يعني. ماشي. فالمهم هم دول اللي انا كسبتهم. طبعا انا بفهمكم فكره التحدي. هنبدا دلوقتي. طبعا ده عربيه ملهاش عايزه على بتاع اللي هي بتاعت نشان، انتوا فاهمين. ندخل على اول ورقه. قبل ما اقول لكم الرقم بتاع الورقه، اوعى تستعملوا اشتراك ولايك، والاشتراك اهم حاجه، ويلا بينا. اول رقم هو 3. فاضي حظ اوفر. انا بقى في ورقه تاني. انا كنت فاكر على فكره 3 فيها حاجه. 5. طيب فين 5؟ ايه ده 5؟ ورقه مش معروفه. شطرنج. كده يا جماعه انا دخلت السحب على الشطرنج. الشطرنج يا جماعه، كده انا خدت الشطرنج. كرتونته اهو، كل حاجته ايه. استنى، هو مجهد شويه. كل حاجته تمام. ورقه تاني. طبعا يا جماعه في سحب كتير. 8. فين 8؟ فين كده 8؟ اوه يا جماعه بتكون منظرها كده، فدي معناها يعني اكل معلقه قهوه. ايه القهوه اهي، وده طبعا منظر الترابيزه. تمام. وبكده هاكل معلقه قهوه عشان المصداقيه. هجيب معلقه وجاي قهوه اهي يا جماعه عشان المصداقيه. بأمانة ربنا قهوه. ايه ده؟ انا اول مره اكل قهوه طعمها زي حاجه كده مش معروفه. نروح على الطبق اللي بعده، او المفاجاه او العقاب اللي بعده. يلا بينا. طبعا ده ورقه تانية اهي، بس يا ريت يكون حاجه مشرفه. 1. فين 1؟ فين اوه مانجا يا جدعان. مانجا، دي مانجا عويسه. مانجا عويسه اهي. لا استنى اقرب لكم يا جماعه. مانجا اهي. ماشي. خد يعني هالي في التلاجة. هالي في التلاجة واكلها بعد، عشان المانجا ايه متلجة كده تبقى طعمها احسن. 10. ملح. طيب اكل معلقة ملح. يا جماعة الملح اهو. ماشي. ربنا يستر. انا باخد بالحتة الصغيرة عشان لو معلقة هاخد حتة كبيرة، لكن انا باخد بالحتة الصغيرة عشان الحاجة دي مضرة، مينفعش ايه اكتر منها. بس كده كفايه يا جماعه عشان دي خطر على الكلى. يلا بقى نشوف الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده مفيش حاجه عدله كده، مفيش حاجه عدله على طول عقبات. 6 ومش 6. استنى، لا استنى، دي كده 9. هي 6 بس مقلوبه، فاهمين. خلاص 9 عشان مصداقيه. 9 عشان انا حاسس ان هي 9. صغيره بس هي حاجه بونبونات. 9 طبعا يا جماعه طلعت بونبونات زي ما انتم شايفين اهو. حد تافه فيها ولا بصوا يا جماعه كأن حد تافه فيها. بص فيها حاجه غلط. 2. معلقه شطه. دي الوحيده اللي عملت لها معلقه دي، عشان الشطه دي بحس اما انا بمسكها ايديا بتكون الشطه وقعت على الكنبه. يخرب بيت كده. ثانيه واحده انضف المكان وجاي تاني. يا جماعه صدقوني اتبلغطت شطه، بس اهي معلقه تانية. ماشي. انا مش عارف طعمها ولا عارف طعمها ايه. يخرب بيت كده. حته نطرت على بقي، بس حته نطرت على بقي. مش لا يا جماعه لا،
الدنيا حر والبتاع بأمانة يا جماعة صعب قوي بقى. اللي بعده طبعا يا جماعة، اصلا التابلت اتبلغت بالشطة وانا زرت اتجرح من الشطة، وده غير هو ايه ملتهب لسه ملتهب. واصلا خدت وقت لان انا رتبت الدنيا عشان كانت الطباقة فاهمين اللي هو زنبليطة يعني. فانا رتبت الحاجة، رتبتها ولا ما رتبتهاش يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ كده فاضل ورقتين اهو. نفتح دي. انا ايدي بهدلت من الشطة، بس هي مش باينة في الكاميرا، بس بأمانة اتبهدلت. 7. واو، ايه القلم ده؟ بصوا يا جماعة، القلم ده قلم وعليه كورة، اللي هو فكرته ان هو يتلبس كده يعني. سنة تي 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 تي. ولو مؤاخذة يا جماعة ساعات ما ببصش على الكاميرا، بس عشان بنسى يعني. هي كده تقولوا تي 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 وهكذا يعني. الكورة بتدور على فكرة دي، بص بتدور كويس، بس هو مش جامد قوي يعني، بيشط. لا حلو. طبعا اخر ورقه معانا اللي هي 6، واللي هو اصلا مفيش غير الطبق الثاني وديته خلاص. فالستة انا عارف ان هي سكر عشان السكر مفلفل، فيلا بينا. طبعا السكر سهل، ده سكر يعني، هو مش مستحب بس هو مش زي الشطة يعني. مش يعني كويس فاهم. وبكده كان تحدينا النهارده. تستعملوا اشتراك ولايك، والاشتراك اهم حاجه. وبس كده ماشي. تستعملوا اشتراك ولايك، اللايك اهم حاجه قبل الاشتراك عشان خلاص ولا ايه؟ اشتراك ولايك يا جماعه، والسلام.